تسريب كومبات ابو زيد للبطوله الجايه. راكب بقى اروح الاول عشان الاقي ايدي وقعت. ده بجد انا عمري ما خفت، انت عارف الحوار. السؤال ده تقريبا انت كنت عايز تخش عن شادي طارق ودخلت عندي بالغلط. عودة الفلوجز. كان بقالي فترة كده مريح، والله كان عندي شوية لخبطة والدنيا ورا بعض كتير، بس ادينا راجعين تاني. المهم بقى يا معلم، انا جبتلكوش فقرة التغيير والحاجات دي، قلت اخش في التمارين والموضوع على طول. عندنا هنا بري ورك اوت ايفولف، هناخد منه سكوب ونص، وعندنا هنا اي دبل اي والكترولايتس. الالكترولايتس طلع ترند اليومين دول. ما هي الالكترولايتس اصلا؟ الالكترولايتس دي عباره عن املاح، صوديوم بوتاسيوم ومغنيسيوم. طب ايه الهدف منها عشان تطلع ترند الفتره دي قوي؟ الهدف منها ان هي بتعوض الاملاح اللي في جسمك اللي انت بتفقدها وقت التمرين، علشان يكون عندك فيول في التمرين وتكون فايق وضغطك ما يوطاش وتتعب. طيب لو انا معيش فلوس اجيب الكترولايتس، هي موضوع بسيط جدا. ازازه ميه كبيره، تحط عليها معلقه عسل، تحط عليها ليمونه، تحط عليها نص معلقه ملح او 5 جرام ملح. عملت الكترولايتس بدل ما تروح تشتريها بمبلغ كبير جدا. طيب هتقول لي انت ليه بتاخدها؟ عشان دي مش الكترولايتس بس، دي اي دبل اي مع الالكترولايتس. هاخدها النهارده قبل التمرين، هي المفروض بتتشرب وقت التمرين، ولكن النهارده هاخدها قبل التمرين علشان لما البلاد فلو يروح للعضلات يكون الدم واصل له نيوترينتس كويسه، اللي هي الامينو اسيدز او الاي دبل اي اللي انا باخدها. وسكوب ونص من البري جوت، لو عايز تطلب البري جوت ده كويس جدا لعيبه الكاليستانكس، بيديهم انرجي قبل التمرين وبيديهم هايب، خصوصا لو بتلعب فري ستايل او باور او سترينث، يعني هو بيشتغل مع الثلاثه. هتكتب كود سكيني 10 هيطلع لك على الشاشه هنا، هتاخد خصم 10%، ولو طلبت كذا برودكت بتاخد كمان فري شيبنج ببلاش، حاجات توصل لك ديليفري ببلاش. يا جدعان ابو زيد، يا جدعان انا كنت جاي اصور فلوج لوحدي عشان ابو زيد عنده شغل. تفاجأت ان ابو زيد طلع ما عندوش شغل الحمد لله. فقلت له انت لازم تلبس مايك وتطلع معايا في الفلوج عشان اخويا ابو زيد ينور في الفلوج. انا تمرين على الموت قسما بالله النهارده. هنشوف هنشوف اخرها. بص انا والراجل ده بقى يا من يوم الحد اللي فات ما بنتقابلش يا جدعان كده اهي. انا داخل كومبو متوازي. واحده تسخين يا جدعان. كابتن ابو زيد تعالى قول لنا اهميه التسخين للمبتدئين. تضحك على ايه يا اسطى؟ ابو زيد ما بيسخنش. ايه اخترت الشخص الغلط. بلاش. بس هو عامة مهم فشخ انت تسخن، يعني ده بجد، حتى لو انا ما بسخنش بس يعني لازم. هتتصاب. يلا. مش هتخش التمرين جاهز 100% انت تتمرن، فطبيعي جسمك مش هيأدي زي ما المفروض يأدي. انا مش بعرف اعمل عدة ضغط واحدة او ديد هانج، ابدا ازاي في الكاليستينكس؟ لا تعالى ورايا عشان بس السؤال ده صح. ما تقنعنيش ان انت كبني ادم، يعني انت لو وزنك 300,000 كيلو، تقنعنيش ان انت مش عارف تعمل كده 3 ثواني. اعمل كده 3 ثواني، 5 مجاميع، كررهم 4 مرات في الاسبوع، شكرا. لكن انت بقى هتقول لي انا مش عارف اعمل ديد هانج اللي هي كده. انا بقالي 10 سنين بمرن الناس، عمري ما شفت واحد مش قادر يعمل كده ثانيتين 3 ثواني، فانت ما تشتغلش نفسك. سهله، اعمل دي بس 5 ثواني 3 ثواني 5 مجاميع، شكرا الموضوع انتهى. بالنسبه للبوش ابس انكلاين، هتحط ايدك على اي حاجه عاليه وتعمل بوش ابس هتبقى تمام. اسخن انا بقى. الاسئله خفيف النهارده، خفيف جدع. احسن واحده دي، احسن واحده دي، احسن واحده. لا دي حلوه. ادي يا زيكا. يلا تسريب كومبات ابو زيد للبطوله الجايه. اتفضل تعليماتك يا باشا. هنا يبقى فيها ماجيه. شادي يا طارق لو بتشوف الفلوج تعالى شيل لنا الاوزان دي، والله ما قادر.
عايزين حد بتاع جيم يا جدعان، عايزين حد راجل. جامد يا انس. كمل كمل كمل. فصلت السماعه فصلت. جامد يا ابن اللعيبه. هو سلك الشاحن فين بقى؟ ايوه. وحش 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 وحش. هتصورني هصورك. والله يا جماعه الكومبو اللي انا عملته مروان اديله تقييم 6 7 من 10. مروان فورمات حلوه، ولكن كنت في حاجات محتاج اثبت فيها. يا عم اهدى يا عم، بتكلم يا عم. في حاجات محتاج اثبت فيها شويه، بس اوفرول كومبو متوازي. في حركتين صعبين، بقالي كتير ما بعملش كومبو متوازي، فده كويس. ايه يا ابو زيد؟ سلك الشاحن فين بقى حلتها؟ سلك الشائك في البوكس. مش في البوكس. اه امبارح السماعه ما شالش معاها السلك تقريبا وضيعه تاني. شغل يا عم هنجز. خليني لحد بكره ضهري. طب قول ايه؟ هي الكهرباء مش شغاله طيب؟ بتشتغل من هنا. الكهرباء. بولي. وزيد بيلي. اسئله يا ولي النعم. ليه قليل اللي بيلعب رجل في عالم الكاليستانكس؟ هو الموضوع ده مغلوط يا جماعه. هو لعيبه الفري ستايل بس هم اللي بيلعبوش ليجز تقريبا، هو بيلعبوا فانكشنال بس. لكن لعيبه الباور ما شاء الله عليهم بيلعبوا ليجز ورجليهم جامده، ولعيبه الاسترينس بيلعبوا ليجز ورجليهم جامده. فانت تبصش عليا، انا بلعب فري ستايل ما بتمرنش ليجز اصلا. ما يعرفوش ان انا بالله عليك رد على السؤال ده، انا بعته كتير. ما عنديش اي ادوات للتمرين وبتمرن على الارض، اتمرن ايه للسحب؟ طب ما انت قلت سحب، هتسحب ايه لو انت على الارض؟ يعني انت على الارض هتسحب ايه؟ بالفوطه بقى اسحب اسحب سجاده الصلاه. اسحب نفس وروح الجيم. لا ما فيش حاجه يعني. انصحك تجيب عقله ب 250 جنيه او 500 جنيه، مش عارف بكام دلوقتي بصراحه، من اي موقع، وتطلع على الباب وتتمرن. ليه بقى لو مش قادر تجيب لي عقله، لو انت معكش فلوس العقله ابعت لي مسج وانا هشتريها لك. سكيني ناوي على ايه الفتره الجايه يا ابو زيد؟ ناوي يخس اكتر من كده؟ انت لسه هتخسر. هو انت ليش للحين سكيني ما تتضخم؟ السؤال اللي بعده. قريب باذن الله مش هضخم. ابعتوا لنا كبسه ولا اي حاجه طالما ليش سكيني وما تتضخم. كبسه كده مندي اي حاجه. مش بنتريق والله. ابعتوا لنا اكل. انت شغلت لي يا اسطى القاهره بجد؟ طب انا داخل بقى كومبو يا جدعان. سيري 6 تقلب هنا بسبوكيتد وبعدها ضبط. ماشي. داخل؟ خش ايه؟ على صوتك شمال. جيم جينجر 360. بعد كده هطلع اعمل بلانش فوق وان ارم باك ليج. يا جدعان هو بيقرب مني كده عشان المايك بس. اظبط الاضاءه. بص دي الخبطه دي وحشه يا جدعان. تخبط بصوابعك في البار، احساس مش هيحسه غير لاعب الكاليستينكس، ولو واحد صاحبه عنده فرح. واد يا زيزا يا ولا كونجراتوليشن.
قطعت؟ ايه ده قطعت؟ هحصلك لو ده الناس تعرف تخطفه يا زميلي مثلك يعني تصدق انت وكل الفرقه بتاعتك روح على المطرح لو صعب تصلح نفسك عارف انا سهل زميلي مثلك يعني تصدق انت وكل الفرقه بتاعتك روح على المطرح لو صعب تصلح نفسك عارف انا سهل اكسر لك ظهرك نحن نقعدها فكرة في ثانية نجمع كل المفروض يا زميلي اسلك يا تتصدر انت وكل الفرقة بتاعتك جامد يا جدعان انس جامد يا جدعان واحد بيقول انا سألت السؤال ده 3 مرات ايه الحاجة اللي خلتك تبدأ؟ انا كنت دايما وانا صغير بحب اجرب رياضات كتير فلما جربت الكاليستينكس حسيتها حلوه اللي خلاني ابدا بقى عمر الجبلي كان ليه صوره على المعزنه وهو عامل يوم فلاج هي دي الصوره اللي خلتني ابدا شفتها رحت دخلت كلمته وقلت له انا عايز اجي اتمرن معاك بس ايه النصيحه اللي تديها لواحد بيبتدي جيم السؤال ده تقريبا انت كنت عايز تخش عن شادي طارق ودخلت عندي بالغلط اكتب بقى في اليوتيوب شادي طارق او بالغمدي واسالهم السؤال ده مش عارف ما افهمش في الجيم ابدا ازاي لوحدي هتجيب عقله ومتوازي او الارض عندك ما انت المايك بتاعك شغال يا اسطى لا المايك بتاعي شفت انت وقفتنا على الاجابه ماشي هتجيب عقله تحطها في البيت تلعب بول ابس تلعب ديبس ومتوازي بوش ابس اي تمارين بوزن الجسم بدات كاليستينكس مش فاهم اي حاجه خش عندي او عند اي حد بيعلم كاليستينكس مش متذكر حد دلوقتي هيعلمك كل حاجه او اشترك مع كوتش لو عايز تتمرن اونلاين ممكن تبعت لي واقول لك تبدا ازاي بس هو بيقول لوحدي هتبدا لوحدك خلاص بقى اشوف من على اليوتيوب تعالى بقى في سؤال مهم جامد او ممكن الفيديوهات التعليميه ايوه الفيديوهات التعليميه ممكن تشوفها لما بلعب اي تمرين فيه ماسك بار او باراليتس بحس بوجع في الريست طيب اي حد بيعمل بلانش هيجي له وجع هنا في الحته دي كده ده طبيعي في الاول ان يجي لك الوجع ده طيب عشان تحل الوجع ده بتعمل ايه بعد كل تمرينه بتعمل مساج وقبل كل تمرينه لازم تعمل ورم اب كويس قوي للريست وكل العضلات اللي هنا عشان الوجع ده ما يوجعكش طيب انت لو بتعمل تمرينه صعبه عليك لازم يوجعك ده وجع حتمي يعني دي حاجه كده كده لازم تحصل ومع الوقت هتلاقيها بتخف ولا يا زوز ممكن ترد على السؤال ده يا مارو بصراحه رد على في واحده بعتها لي بتقول لي ازاي ابطل احبك يا كابتن وانا بموت فيكي بجد بهزر يا جدعان ده واحد صاحبي اسمه امام بموت فيك يا امام مش تيجي فلوج يا اسطى او ما جيتش هتندم سلام عليكم حلو على ان انا لسه راجع لها فالتمرين الجايه هتيجي انت ايدك فلتت في الجو يا معلم لا انا كنت عايز المس في ال 180 انت ما لمستش انا فاتها دراجة ده كده جدا ايه؟ فعلا هتبقى حدث قوي انت قلت ايه ولا ايه؟ يقول لك شغل من تليفونك عشان تليفونك هو انت بتقول لي شغل من تليفونك؟ هو انت عبيط ولا ايه؟ لا يفصل شغل انت شغل انت هو دي اكتب بهات اكتب بهات هوتش ارفع رجلك يوم امسك بص بجد خايف اول مره اخاف كده في حياتي ماشي انت ايه اللي هيتغير؟
خايف ارجع المره دي، اول مره يجي لي اصابه وابقى خايف كده، لانه اوريدي انا في كيس وحش. انا خايف بقى اروح لاوحش الاقي ايدي وقعت. ده بجد انا عمري ما خفت، انت عارف الحوار ده، بس انا المره دي بجد خايف. بص، حاسس ان انت محتاج تتعامل مع الموضوع بحذر، دي اول حاجه. تاني حاجه، في حاجه غلط في دماغي، انا عارف. انت كده مش عارف أهندلها. انت كده هتخسر. ما انت لو فضلت قاعد وما بتتمرنش وما بتعملش حاجه، ايه اللي هيحصل؟ هبقى بالنسبه لي كسبت ان انا ما دخلتش عمليه. هو تفكير غلط، خلاص يبقى بس هتفضل. انا خايف. طيب يبقى هتفضل طول حياتك خسران علشان خايف تخسر ان انت تخش عمليه، مع ان انت ممكن تتمرن، وممكن الحوار ده في اصابات اصلا بتتعالج بالتمرين، لكن انت المفروض تستشير الدكتور بتاعك الاول، هو يقول لك المفروض انت تتمرن ولا لا، تتمرن بانتنستي قد ايه وتتمرن كام يوم وفوليوم قد ايه وكل انا الكلام اتكلمت ده. معاه في القصه دي، بس برضه خوفي مسيطر على المره دي. هو كده كله غلط مني، فاهمني؟ انا في حاجه يا اسطى دارت غلط في دماغي في قصه التمرين بسبب الحوار ده. من ساعتها بحاول بجد اجاهد دماغي في الحوار ده. ما انت بلاش تبقى حبيس افكارك، الحوار ده بيبقى صعب قوي في الحياه عموما، ان انت اصلا تحبس نفسك جوه افكارك، مهما كانت افكارك صح او غلط ما تحبسش نفسك جواها، لازم اصلا تطلع بره الفكره بتاعتك دي، لان ممكن لو هي فكره صح لو طلعت براها هتلاقي فكره صح، ولو هي فكره غلط لو طلعت براها هتلاقي الفكره الصح. ايوه، ما حجمش نفسي، ما حددش نفسي من الآخر. انت اصلا لازم تجرب ولازم تحاول عشان تشوف اخر. عامل ايه؟ عامل ايه يا سليم؟ سليم يقطع الفلوج زي ما هو عايز. براحته. سيبه صاحب المكان يا حبيبي. اه انت بقى عندك فرصه تتمرن؟ عندي فرصه اتمرن. ما بيسمعش، اللي مش بيسمع بجد اسامه فايته كتير. بجد اسامه رقم واحد، وانا مستني الحلقه بتاع ريد بول مزيكا صالونات تنزل. اخر اليوم سبت البيت، سبت وراي رسالة ما كنتش رايح فين. العده التانيه دي رفعت وسطي قوي، ما حدش يعمل زيي. بعد ما انت اتمرنت معاه مره وبعد كده ما جيتش، ما اتمرنش معاه، وبعد كده ما جيتش كنت مع كابتن علاء، ده معناه كابتن ضياء. ستوب يا حبيبي، فده معناه ان انت كده مكمل معانا عشان انت ما عندكش وقت، ولا مكمل معانا علشان الناحيه الثانيه هم ما عندهمش وقت. انت معاك الساعه كام النهارده؟ وجاي الساعه كام؟ بص يا حبيب قلبي، انا مدرس فريلانس. خصم انا عايز مدير الحسابات يا حبيبي. فين؟ علاء نايم. جاي متاخر هو كمان. مبدأ التمرين يا اخواتي، تعرف تحسب لي من 10 ل 15 ثانيه طاقه 90 وانت بتصور؟ لو عملتها تبقى راجل. ايه التعكيس ده؟ لازم ابقى راجل، لازم نعملها. شغل بجد اسامه بقى يا جدعان بجد، عشان ايه؟ جيت الحق بعد عملتش دي قلت ميت اسف، وعملت دي قلت 100 مش انا. عمري فات قدامك حطيت انا اني شخصية، زي كل قصة عشتها مرتين سفاح وضحية، مرة اتداس بخاطر منسيتش الاحسان كريم ايه؟ ميه؟ انت عايزها تعرف الميه مهمه ليه؟ في ناس ما بتشربش ميه في التمرين؟ اقسم بالله انت لو ما بتشرب ميه في التمرين، لو الكابتن بتاعك اللي قايل لك كده بيسوحك، الا لو في رياضات معينه، او لو انت مفكر ان دي نصيحه عشان ما تقلش في التمرين، انت بتضيع على نفسك استفاده كبيره جدا. الميه تعمل لك هيدريشن في التمرين، ده هيفيدك في التمرين وهيحسن من ادائك في التمرين، فبعد اذنك اشرب ميه. انا ممكن اشرب دي وحبه كمان في التمرين، ولا رايك يا زوز؟ اتفضل يا زوز، اسال يا زوز، اسال هنا. بالنسبه لذا بروسيس جيم، اه ايه الدنيا؟ انت عايز تلعب ولا ايه؟ عايز اعرف ولا عايز تحكم؟ الكومبيتيشنز عامله ازاي بقى؟ اصل في ناس اه اللي هو عندي لسه مش اللي هو يكمبيت قوي في كومبيتيشن ادفانس، عايزين فلازم بقى فاهم؟ الدنيا بتمشي ازاي بقى؟ بروسيس جيمز هتحصل قريب، في بس احنا coming بنحضر بس احنا بنحضر لايفنت كبير وجامد، ويبقى في ناس جامده بتلعب وناس جامده جايه تتفرج عشان الايفنت يبقى يستاهل. والغالب عن الكومبيتيشن الجايه احنا اللي نختار الناس اللي هتخش
مش هناخد اي ناس. فلو انت بتتفرج على الفلوج اشتغل على البرسونا بتاعتك وحاول تعمل علاقات مع الناس كويسه عشان ناخد ناس. وكده كده هنعمل يعني اميتشر ليفل عشان الناس اللي لسه بدأ. صح كده. ده كده كده لازم ازوز. يبقى تحفه. ماشي. قريب سون. ممكن في شهر عشان هو قريب بس قريب. المجموعه الثانيه ثمانية. راجب يا جدعان اللي بيصور بيقول لي سليم انت اقوى في الفرونت مش تعمل بلانش، وسليم عنده رد. انا سنتين هتلاقيني كده عامل 2 فينجر بلانش في بطولة العالم، هطلع الاول. اقسم بالله عاجبني الثقة بتاعته في نفسه، مش عشان حاجة. خلي بالك في ناس بتبقى واثقة في نفسها بس ما بيشتغلش عشان يوصل للحاجة دي. سليم بجد هو مجنون تمرين، هو بيحب التمرين قوي، وبرضه في ناس بتحب التمرين ومجنون التمرين بس بتتمرن غلط. سليم دايما بيسمع كل تفصيله بتتقال له وبيشتغل عليها. هو رغاي شويه بس يعني رغاي شويه، بيسال كتير في التمرين بس اقسم بالله جامد. وعاجبني ان هو عنده ثقه في نفسه وهو صغير وفي نفس الوقت بيشتغل على حاجه. فانت لو عندك ثقه في نفسك وما بتشتغلش على حاجه هتزعل اقسم بالله من الدنيا. خليك عندك ثقه في نفسك زي سليم بس اشتغل على حاجه عشان توصل لها. والله العظيم خطير. عنده مايند سيت عالميه صراحه يعني. قول. عنده مايند سيت جامده فشخ. سليم عالمي. منتاليتي رهيبه. جامد يا سليم اقسم بالله جامد. شفت الجدول الجديد؟ لسه عامل بس لسليم. في كام حاجة مش فاهمها بسألك فيهم. ايه لا عادي قول لي. لما اجي لها مش فاهم. ماشي اما توصل لها النهارده لو لسه بنصور يمكن الناس تستفاد برضه يبقى اقولها لك. شفت الست اللي قبل دي وسط كان ساقط، هحاول ارفع وسط في الست دي. دي 6 ثواني البلانش. النهارده كان عندي تمرينة كومبوهات زي ما انتم شفتوا، دخلت كذا كومبو ودخلت داينامكس. فعندي بالظبط 3 تمارين في البيزكس وبعمل ريفيل للتمرينه بتاعتي. دي التمرينه كامله يا جدعان والله لحد عايز يتمرنها يعني. دخلت 3 توك ادفانس بلانش واخش 3 فرونت ليفر بريس وعندي فيستو بالباند. التمرينه اللي بعدها فرونت ليفر بريس. اهم حاجه في التمرينه دي هشد الجلوتس كويس وكويس المفروض 100%. خش دلوقتي اخر تمرينه وهي فيستو. هعملها بالباند عشان محتاج اعمل 4 عدات لان انا بعمل عدتين في اخر الكومبو، فمحتاج ان انا اعمل فوليوم كبير منها لان هي حركه قويه وحركه اندر ريتد قوي يا جدعان. اللي فيستو حركه اندر ريتد. كل الجادجز اللي بتشوف الفيديو ارجوكوا درجات عاليه لانه قليل قوي حد يعملها في كومبيتيشن وقليل قوي حد يعملها مظبوطه. بحب بس اصور فلوجز يعني مش بابا فاهم، مش زي الكونتنت لما اجي اصور واحده ماسل اب واحده ازاي تعمل الفروج ستاند والحاجات الحركه الاندر ريتد يا لانس. لو حد عملها في كومبيتيشن ما بيحسبوهاش. ايه كان بيقول ايه؟ الكومبيتيشن بتاع تيرمكس اللي فيستو اسهل من ايه؟ حركه بيزك اسهل من الاستيراد البوش اب واسهل من الاستيراد البوش اب يا عم خلصان. محتاج اعمل 4. شد 1 2 ما شاء الله 10 seconds 3 لاست 1. المثل الاعلى في الرجوله والجدعنه والالتزام كابتن مروان كمال. استاذنكم عايز ايه؟ في لاين عايز يخش. كالاينت ايه كالاينت؟ كلاينت عاوز يخش. ماشي. اللاعب المخضرم كيليان امبابي. اللاعب الذي قال عنه السير اليكس فينجر. كده الفلوج بتاع النهارده خلص. لو عجبك الفلوج ما تنساش تعمل لايك وشير وتعملي سبسكرايب واكتب لي في الكومنتس عايز مين يطلع معايا في الفلوج الجاي. لو في حد معانا عايز يطلع معايا في الفلوج ابعت له الفلوج بتاعي وقول له كلمه ويطلع معايا في الفلوج. انا بقبل يا جدعان عادي الناس تيجي تعمل معايا كولابريشن ونطلع في فلوجز مع بعض طالما الفلوج هيفيد الناس وهيبقى حلو ولذيذ يعني.